ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جاي احكي لكم عن قصه الفنجان ده. شايفين الفنجان ده؟ الفنجان ده كان في محل، وكان في ناس رايحين يشتروه، وهما بيشتروا الفنجان اكتشفوا حاجه غريبه قوي، ان الفنجان ده بيتكلم. قال لهم انا عايز احكي لكم قصتي. استغربوا جدا بس قالوا يسمعوا. المهم الفنجان قال لهم انا كنت حته صلصال، او حته يعني عجينه كده او صلصال ومرمي، كانت ريحتي وحشه. فجاه جه حد مسكني وقعد يضغط عليا، وانا عايز اقول له سيبني انت، يعني انا اساسا مش طايق نفسي، سيبني في المكان اللي انا فيه. بس كان بيبص لي بصه كده، حسيت ان هو عارف هو بيعمل ايه. المهم استحملت الضغط ده. المهم بعد ما قعد يعجني لقيته دخلني فين؟ في الفرن، فرن نار، وقعد يحطني. وكل لما انا اتألم من النار ده ابص عليه كده الاقيه بيبص عليا في الفرن. اقول هو الراجل ده بيعمل فيا كده ليه؟ هو ليه بيخليني اتألم كده؟ بيقول وبعدين خرجني من الفرن وجاب زي حاجه كده رشها عليا، او زي ماده انا بالنسبه لي ريحتها مش كويسه. وبعدين فجاه حطني قدام مرايه، ببص لقيت نفسي ليا شكل كده حلو قوي، بقيت فنجان جميل اللي انتوا بتشتروه، بقيت ليا سعر، بقت الناس عايزه تيجي تشتريني بعد ما كنت حته عجينه مرميه في الارض. عرفت هو ليه كان بيعمل كده. قصه رمزيه ولله المثل الاعلى. في حكمه لابن عطاء الله السكندري، كان مصطفى حسني قالها في خاطره من خواطر الفجر بتوعه، حلوه قوي. الحكمه دي بتقول ايه؟ انما صبرهم على ما جرى علمهم بانه يرى. مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني اللي صبرك على اللي جرالك انك انت عارف ان ربنا شايف كل حاجه حصلت لك. احنا متاكدين وعارفين اللي ربنا شايفها. اللي ترقى فوقيك وانت المفروض كنت تحس ان انت الترقيه دي ليك انت، عارف يصبرك ايه؟ ان ربنا شايف، ربنا عارف ان انت ليك وقت، بس ربنا شايف. اللي ظلمك ربنا شايف، اللي اهانك واتكلم عليك بشكل وحش ومع ذلك انت قلت لا انا هعمل زي ما ربنا قال وهدفع بالتي هي احسن. ليه؟ عشان انت عارف ان ربنا شايف. انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بايده كل شيء، وهو اللي بيعمل كل حاجة. ولو اي حاجة انت في ظاهرها ان هي بتألمك، ربنا بيبقى ليه حكمة ويبقى ليه يعني تصرفات. زي الفنجان ده لما كان بيخش النار عشان في الاخر يبقى حاجة، ربنا عايز يقويك، يقوي ظهرك. انت دخلت الموقف ده عشان تتعلم حاجة، انت اتكلموا عليكي عشان بعد كده تتعلمي انك انت تتجاهلي، انك انت تبقي واثقة في نفسك اكتر. ربنا شايف يا جماعة، فما تحزنش على اي حاجة وحشة او جامدة بتحصل لك. ليه؟ لان ربنا شايف. انما صبرهم على ما جرى علمهم بانه يرى. احساس حلو قوي انك تحس ان ربنا معاك، وانه ما بيعملكش حاجة وحشة، وكل حاجة ربنا بيعملها جميلة. وده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وما ذلك إلا للمؤمن. المؤمن عارف إن كل حاجة بتحصل له أكيد خير، أكيد 100% خير. ليه؟ لأن الفاعل الحقيقي في الكون ربنا. إحساس إنك تبقى عارف إن اللي بيعمل كل حاجة ربنا، إحساس حلو قوي. احساس ان وانت ماشي في الشارع حد يجي يرمي عليك العربيه، فانت لسه هتنفعل ولا حاجه، فتترجم ان انت في اختبار، ربنا بعت لك الشخص ده دلوقتي عشان يشوفك انت هتتعامل ازاي، وترجمتك للموقف ازاي. هتقول الحمد لله يا رب ان انا ما شتمتش، الحمد لله يا رب ان ما خبطش فيا، الحمد لله ان ما كانتش الحادثه اكبر. انت عمال تترجم ان ربنا ما بيعملش معاك حاجه وحشه. ليه؟ مركز ان كل التصرفات اللي بتحصل معاك ربنا هو اللي بعتها لك واختبار ليك، وان ربنا عمره ما هيعمل لك حاجه وحشه. المهم تبقى انت مركز قوي ان ربنا دايما بيرقيك عشان شخصيتك تبقى اقوى، عشان تبقى شخصيتك قويه، عشان تعرف تتقبل كل امور الدنيا. من الاخر الحكمه جميله قوي وعامله شبه قصه الفنجان الرمزيه اللي احنا حكيناها. اي حاجه صعبه بتخش فيها تاكد ان ربنا شايفك، وتأكد ان ربنا ليه حكمة في كل حاجة بتحصل معاك. يبقى الحكمة بتقول ايه؟ انما صبرهم على ما جرى علمهم بانه يرى. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. شكرا.
سلام عليكم.